أهلا وسهلا بكم. اليوم رح ناخدكم جولة بالمرسم مالتنا، وأراويكم خطوة بخطوة شلون نفذت كل جهة من جهات المرسم. تريدون تشوفون ماي آرت ستوديو؟ تعالوا. ترى هذا الحياة مالتي والوقت مالتي اللي أقضيه هنا بكندا، هذا مكاني. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. هذا الآرت ستوديو، هذا مرسمي الصغير. اجتنا العديد من التساؤلات، يا إيناس لما تشتغلي هاي الفازة أو هاي اللوحة وين توديها؟ أنا أشارك بالعديد من المعارض بداخل كندا وبخارج كندا. بالإضافة لهذا أنا عندي ستور صغير ببيتي. جتنا العديد من التساؤلات، وين المرسم مال إيناس؟ وخذينا تور بالمرسم مالتج، راوينا شلون تعرضي الأعمال الفنية مالتج. كل عمل معلق هنا أنا مشتغلته وياكم. رح نبدأ بأول جهة من المرسم مالتنا. رح أرجع شوية وياكم وأراويكم شلون كان ويانا الحائط فارغ وما بي أي شيء، وهيك الفكرة مالتي كانت إنه أحط له رفوف، وبديت بالرف الأول والثاني والثالث والرابع، وصارت الرفوف مدقوقة وجاهزة. الآن تبدي مرحلة ثانية، وهي كيف أعرض لوحاتي أو الفازات. مثل ما تعرفون أغلب أعمالي هي فازات. الفازات تكون ثقيلة شوي، فحاولت أدقدق الخشبات بطريقة كلش متقنة. واجهتني بعض المشاكل أثناء عرض الأعمال، إنه عندي فازات كلش كبيرة ما تكفي بهاي المسافة مال الرفوف. حطيتهم على جهة، راح أرجع لهم بعد شوي وألقي لهم علاج لهاي المشكلة. ما أحكي لكم السعادة والحماس اللي كان رغم التعب. ساعات 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 من العمل المستمر بس في سبيل أعرض أعمالي. تيبلامات والساعات والصناديق ومزهريات، أغلب الأعمال اللي مشتغلتها وياكم بالفيديوهات اللي موجودة على قناتي. تقريبا كمل ويانا اللوك اللي أنا رايدته. راضية عن النتيجة وحبيتها، وأهم شي أندل كل غرض وين محطوط.
الجهة الأولى كملت بسلام، لكن عندي هذا الكورنر شفت الزاوية ميتة، ففكرت أدقدق له خشبات تكون على جهة زاوية أيضا، وأخلي المسافة بيناتها شوية كبيرة على مود الفازات العالية اللي ارتفاعها كبير اللي ما كفت هناك أقدر أعرضها بهاي الكورنر بدل ما تكون هي زاوية ميتة بالمرسم. بالبداية صبغت الحائط وبعدين دقدقت الخشبات. شايفين ما أحلاها؟ نظيفة ومرتبة. الآن راح ننتقل للجهة الثانية. هذه الجهة شايفين إيش قد بيها أغراض؟ راح ننتقل لهاي الجهة ونبديها خشبة خشبة وياكم. شايفين هذه الرفوف؟ هاي الرفوف كلها خشبة خشبة، اشتريناها من السوق ودقدقناها بإيدينا وصفطنا الارت ماتيريال مالتنا هنا. أتذكر كل زين شلون كان الجو ممطر بهذا اليوم، ففتحت الباب وفتحت الشبابيك وبديت أشتم ريحة المطر وأفكر شلون أقدر أستفاد من هذه الجهة من الحائط. وبدينا عملية بناء الرفوف. بالبداية بديت بأول رف، وبعدين شفت لسه أغراضي هواية وكبيرة ما راح تكفي، قررت أن أسوي رف ثاني. ما حبيت يطلع لون الحائط أبيض بلين، حطيت عليه بعض اللوحات اللي مشتغلتها أيضا وياكم، وراح أبدي أصفط أغراضي وألواني وأغلب المواد اللي أستعملها بشغلي. كنت حريصة جدا أن أفصل أنواع الألوان على مود تكون سهلة من أستعملها. يعني مثلا ألوان بيبيو اللي أساسها مائي أحطها برف كامل، ألوان بيبيو اللي أساسها مو مائي أحطها برف كامل، ألوان المارابو للرسم على الزجاج الألماني أحطها برف كامل، وهكذا. يعني هي بس مجرد شوية تنظيم للألوان يسهل لي الأمور بعد هذا.
تقريبا كمل ويانا الرف الأول، وجبت الرف الثاني لأن لسه الأغراض مالتي هواية ومحطوطة على الأرض ومحطوطة على الطاولة، وهيجي تقريبا كمل ويانا الرف الثاني، تقريبا كملت هذه الجهة. تقريبا كمل ويانا اللوك اللي أنا رايدته. ضروري جدا يكون أكو إضاءة طبيعية بالمكان اللي تشتغلون بيه. تعالوا أخذكم وياي يم الشباك. راح نبدي بالجهة الثالثة من المرسم، وراح أمشي وياكم خطوة بخطوة شلون سوينا هذه الجهة، وأنطيكم في السر صغير. كل ما تشوفي عندك مجال حطي لك زرعاية. الزرع أساس الحياة. يعني بالنسبة إلي من أقعد أرسم ضروري جدا أشوف منظر قدامي حلو، يعني لازم أشوف فد شي حلو قدامي يلا أقدر أرسم. ما أقدر أرسم والطاولة مثلا وسخة أو مخربطة أو الأشياء مو بمكانها، ما أقدر. no way، مو إناس أبدا، إلا منظر حلو قدامي يكون يلا أقدر أرسم. رح نبدي الآن نصفط أغراضنا بهذه الجهة اليم الشباك اللي أتمنى أن تنال إعجابكم.
هنا طلعنا من باب المرسم وراح أراويكم شلون شكل المرسم من برا الشباك. تقريبا الآن كمل ويانا المرسم مالتنا الجهات الثلاثة. أتمنى أن ينال إعجابكم. أهلا وسهلا بكم وشكرا لمتابعة قناتي.